السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد من قناة مطبخ الأكل العربي. دخلنا على الصيف والجو حار، يلا بينا نعمل وصفة حلو سهلة. وصفة النهاردة هي عبارة عن طبقات من المهلبية مع طبقات من البسكويت. وقبل ما نبتدي نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. تعالوا نشوف هنحتاج ايه لعمل المهلبية. عندي لتر لبن، 5 معالق كبيرة لبن بودر لتعزيز الطعم، طبعا ده اختياري، وكوب من الماء الدافئ، 3 كوبايات سكر صغيرة. طبعا الناس اللي عاملة دايت تقدر تستكفي بكوباية واحدة. طبعا كل لتر بيحتاج 3 كوبايات سكر، وكوب نشا ذرة. اول حاجة هنزل باللبن البودر وعليه كوب الماء وهقلبهم. بعد كده هنزل بلتر اللبن وهضيف 3 كوبايات سكر. الله اكبر، الله عز وجل. هلأ برفع على النار، بستمر بتقليبه شوي لحتى يدوب السكر. بعد ما داب السكر رح اتركها على نار هادية. رح بلش حضر بالنشا، بضيف 2 فانيليا، وبضيف شوية ماي وبقلب. بعد ما قلبتها، شايفين ما في اي كتل. هلأ رح ابتدي برص طبقة من البسكوت بالصينية، ورح احتاج كوباية الا ربع من اللبن. بامكانكم تستخدموا اي نوع بسكوت سادة متوفر. وهبتدي انزلها باللبن كده وارصها بالشكل. اول طبقة خدت معايا باكيتين ونص من البسكوت السادة، وهنا برجع بتأكد ان النشا ما تكتل معاي. هلأ بعد ما وصل اللبن لمرحلة الغليان، انزل بالنشا وقلب. هاد شكل المهلبية بعد ما قلبتها دقيقتين، قوامها تقل. هلأ رح بلش انزل بالمهلبية على البسكوت. وبعد ما نزلت نص الكمية هعمل طبقة تانية من البسكوت. وبعد كده هبتدي انزل في باقي كمية المهلبية زي ما شايفين. بعد ما عملت الطبقات، هذا الشكل النهائي. هلأ بالنسبة للتزيين بإمكانكم تزينوها بأي نوع مكسرات متوفر عندكم، أو صوص، أو سبريد شوكولاتة، أو شوكولاتة التزيين. هنا طبعا أنا هزينها بالصوص زي ما شايفين. لو عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.